هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم متابعي إذاعة أرينا، أهلا وسهلا بكم مجددا. نعود لكم في بث جديد بعد توقفنا الأسبوع الماضي بسبب التعليمات المشددة للسلطات الفرنسية في باريس لمنع انتشار المرض، ونعتذر لكم عن الانقطاع على أمل المواصلة معكم حتى انجلاء هذا الوباء، ونسأل الله لكم ولنا دوما العافية والحفظ من العلي القدير حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا. نستهل معكم برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الأول من أبريل بنشرة للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف حلقة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، ويستضيف في حلقة اليوم الأستاذ نقاش عثمان رئيس المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. فأهلا وسهلا بكم. وفيما يلي نقدم لكم عناوين نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. انتشار بطيء لفيروس كورونا في البلاد. زعماء الإيجاد يعقدون مؤتمرا عبر الفيديو لمكافحة انتشار وباء الكورونا. الإرشادات المهمة للوقاية من الفيروس. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. أفادت وزارة الصحة في إريتريا بأنها تسيطر على الوضع بعد اكتشاف 12 حالة لمصابين بالفيروس، وهي لمواطنين قادمين من الخارج. وكانت السلطات قد اتخذت إجراءات احترازية قامت بموجبها بمنع السفر إلى الأقاليم، ثم منع المواصلات الداخلية وسيارات الأجرة، وإيقاف المدارس، ومنع الصلوات الجماعية في الكنائس والمساجد في إجراءات للحد من انتشار المرض. في نفس الوقت الذي قامت فيه قنصلية إريتريا العامة في جدة بطلب مساهمات من المواطنين الإريتريين في الخارج لمكافحة المرض. وتفيد مصادر إذاعة إرنا بأنه ومع إيقاف المواصلات العامة في العاصمة يواجه العاملين في القطاع الصحي والمستشفيات صعوبة في الوصول إلى أماكن عملهم، وتتزايد المخاوف من انتشار المرض في ظل انعدام الخدمات الصحية الأساسية وغرف العناية المركزة وانعدام الأدوية الحيوية. وسنوافيكم بتطورات الأوضاع في نشراتنا الإخبارية المقبلة. عقد قادة كل من الصومال والسودان وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، إضافة إلى الأمين العام لمنظمة الإيجاد الدكتور ورقيني جابيو، اجتماعا عبر الفيديو تشاوروا فيه حول الدور الإقليمي والمحلي لمكافحة انتشار وباء الكورونا في دول القرن الأفريقي. وغاب عن هذا الاجتماع الرئيس إسياس أفورقي، حيث تسجل إريتريا غيابا من مناشط منظمة الإيجاد المختلفة منذ عام 2007 عندما جمدت عضويتها فيها، وحاولت في عام 2011 إحياء عضويتها فيها، ولكن استمرت في الغياب عن سائر المناشط. ويسجل الرئيس إسياس أفورقي بصفة خاصة غيابا كاملا عن المحافل الدولية في 20 سنة الماضية، ولا زالت الدبلوماسية الإريترية تغيب عن العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية. وقبل ختام نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، نقدم لكم الفقرة الثابتة حول الإرشادات المهمة للوقاية من الفيروس. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتالي: أولا، غسل اليدين جيدا بالصابون، لأن الصابون قادر على القضاء على الفيروسات. تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس. تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح أن يكون ملوثا بالفيروس، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة. لا تقترب من الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة. وأخيرا، عليك البقاء في المنزل حتى لا تعدي أو تأخذ العدوى من الآخرين. وسلمنا والله إياكم من هذا الوباء. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. انتشار بطيء لفيروس كورونا في البلاد.
زعماء الإيجاد يعقدون مؤتمرا عبر الفيديو لمكافحة انتشار وباء كورونا في القرن الأفريقي. وأخيرا الإرشادات اليومية المهمة للوقاية من الفيروس. كانت هذه مستمعي ومستمعاتي الأفاضل نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم سادتي في حلقة جديدة من برنامج متابعات. في هذه المرة سادتي سنتابع المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، وفي هذا المنعطف التاريخ الخطير اللي بتمر به إريتريا والعمل السياسي بشكل عام. أحببنا سادتي أن ندلف إلى المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، وخير من يتحدث عنه هو رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، الأستاذ المناضل نجاش عثمان إبراهيم. وأنا سعيد باللقاء معه، وهو أول لقاء. وعندما نقدم أستاذنا المناضل نجاش عثمان إبراهيم، هو الرجل القانوني المترجم الصحفي الأستاذ المناضل. أستاذ نجاش، مرحب بك في إذاعة إرينا من باريس. أولا شكرا لك أستاذ أحمد شريف، هذه القامة الإعلامية الكبيرة، وأيضا عبرك أشكر إذاعة إرينا لإتاحة هذه الفرصة لي لأن أكون ضيفكم في ضمن برنامج متابعات. وأتمنى أن لا أكون ضيفا ثقيلا، وأن يكون لقاءنا مفيدا، كما أحيي الجماهير أو مستمعي إذاعتكم في كل مكان. هذه إذاعة إرينا. جميل، شكرا لك أستاذنا العزيز أستاذ نجاش عثمان. طبعا دائما اللقاءات مع الإعلاميين بتكون مريحة ومتعبة في نفس الوقت. أنا دائما أقول هذا الكلام لأنه الصحفي بيعرف كيف يراوغ، في نفس الوقت برضه هو مريح لأنه هو ما يعرف ماذا يقول. وعندما يكون الصحفي والسياسي برضه ورجل القانون طبعا، وكل الأشياء هذه برضو تخلي هذه المقابلة من المقابلات أنا أتهيب منها كثير. ولكن طبعا بحكم أريحيتك وبساطتك الأحمد إن شاء الله نفيد المستمعين ونستفيد كذلك من تجربتك. أستاذ نجاش، طبعا يعني حقيقة خلوني أنا أقول إخواني وأخواتي المتابعين، يعني أنا تعمدت أن أعرف الأستاذ نجاش قبل ما وهو رجل معروف طبعا، ولكن لمزيد من المعرفة تحدثت وإياه ساعات عشان ما نتعرف عليه أكثر. هذا لم يكن للتسجيل. فوجدت الرجل سادتي بأمانة رجل يعني متواضع، ويحمل كمية من التاريخ النضالي الطويل. بدأ حركته السياسية من 1976 وحتى هذا اليوم، ويكفي أنه خرج من إريتريا عام 1977 ولا يزال يتطلع إلى النافذة لينظر إليها. 44 عاما من العمل العام، حاجة مش حاجة سهلة. وبالتالي يا سيد الكريم أنا أحيي فيك هذا الصبر وهذه المثابرة في قضية وطنية كبيرة ننظر إليها في مفترق الطرق، ولذلك من هنا تأتي أهمية هذه المقابلة. أستاذنا نجاش، أنا آسف على الإطالة وأحب أستمع إليك أكثر، فكذا أدينا بإيجاز إريتريا هذه القضية الشاغلاك 44 سنة، كيف بدأت تتلمس مصيرك إليها وأنت طفل أو شاب، خلينا نقول في جازاباندا حبشة في العاصمة الإريترية أسمرا. شكرا لك أستاذ أحمد شريف على هذه المقدمة اللي يعني أتمنى أن نكون مستحقها.
أنا طبعا حقيقة زي ما قلت أن يلتقي الإنسان بإعلامي بإقامة إعلامية مثلك، طبعا هتكون المقابلة أنا متوقع هتكون صعبة للغاية، لكن يعني زي ما يقول ربنا يستر يعني. أبشر. أنا يعني هذه البيئة هي ليس غريبة على ما ذكرته عني، ليس بعيدة عن كل الإرثيين. فمعظم الإرثيين في هذا السن المبكر نتيجة للاحتلال البغيض اللي كان يتلو على صدور شعبنا، كان الوعي الوطني مبكرا في إريتريا، أو على الأقل حتى لو لم يكن وعيا متكاملا، ولكن شعور بالانتماء إلى هذا الوطن، أن يقدم كل شخص ما يستطيع في سبيل هذه القضية. وأنا يعني كنت طبعا زي ما ذكرت ولدت في كازابلانكا حبشة في أسمرة، وفي سن مبكر يعني ممكن في عمري 7-8 سنة انتقلنا إلى منطقة اسمها ماديشتو في أسمرة. نعم. يعني تربيت ضمن أسرة وطنية، كثير من أعمامي وكثير من أقاربي بعد المذابح اللي حدثت في قرانا في منطقة أزمو في منطقة شرق كالوزاي، كانوا ذهبوا إلى الثورة والالتحاق بها. الحديث عنهم كان يجري كثيرا في البيت، وأنا كنت ألتقط أو أفهم بعض الإشارات عندما كان والدي يتحدث مع أقرانه مع أصحابه مع الربائل يعني. وهذا الشيء. الشيء الثاني، أنا طبعا أنتمي لأسرة دينية. والدي كان شيخ خلوة، وكان معلم ويقرأ القرآن، وله رؤية وطنية كبيرة كانت. وباعتبار هو أيضا في الصراعات اللي كانت موجودة في كالوزاي كان واحد من المساهمين فيها. طبعا والدي الشيخ عثمان إبراهيم معروف في أسمرة، نعم. وفقد رجله اليسرى في المعارك اللي كانت تدور في كالوزاي بين العصابات الشتاء اللي كانوا قطاع الطرق المدفوعين في بدايات أو في الفترة الانتداب البريطاني في إريتريا. نعم. ويعني من الناس اعتقلوا عقابا عليه، تم بتر ساقه الوالد، ومكث سنين في سجن الدخالة. خرج مع دخول هايلي سلاسي إلى إريتريا بعد بعد الاتفاق الفيدرالي في إريتريا يعني. لذلك هذا الجو العام، وزي ما قلت لك كثير من أعمامي بعضهم استشهد وبعضهم ما زال على قيد الحياة، ربنا يطول في عمرهم. يعني هذه البيئة اللي تربيت فيها. وأيضا الجو العام الإريتري في تلك الفترة، يعني في بداية السبعينات وحتى منتصفه، كانت إريتريا تغلي بحراك طلابي والعمل الفدائي اللي كان يعني يملأ في كل مناطق إريتريا. هذه أيضا كان لها تأثيراتها، كنا يعني نتداولها كأطفال مثل كثير من أقراني في تلك الفترة. لما انتقلنا في منطقة في حي ماديشتو وفي ضواحي أكريا، كان على مقربة مننا القوات التحرير الشعبية آنذاك، وكان التزمنا بهم. ده كان في نهاية 75 بداية 76، وأعمارنا لم تتجاوز 14 سنة. وكان نوصل رسائلهم من بعض الأشياء من مناطق درفو ومناطق رأس عدي وهذه الضواحي أسمر عبد النفاس. كان هناك المقاتلين من بينهم ولدنكيل هايلي وكساي عفرو وإرمياس دبساي المعتقل، ولا ما بعرف إرمياس اللي كان
مندوب الجبهة الشعبية في بلجيكا في فترة، وكان من القيادات البارزة في قوات التحرير ثم الجبهة الشعبية. هؤلاء كانوا المسؤولين في تلك المنطقة، كنا نلتقي بهم يعني كمراسلين، ولصغر سننا رفض طبعا قبولنا في الميدان. وهكذا يعني الانتماء الأول للعمل الوطني كان هذا الجو. وزي ما قلت لك أنا أيضا أنتمي أسرة، يعني في سنة 67 أحرقت قرانا وقتل جزء من أهلي، وتم الاستيلاء على البهائم وكل الممتلكات من أهلنا، وكانت تباع بثمن بخس في الدخالة وفي كثير من المناطق. بالتالي يعني في داخلي أيضا أنا كنت وأنا صغير عمري تقريبا 4 سنة حضرت مذبحة قدفو اسمها في هازمو منطقة لما استولوا على ممتلكاتنا وقتلوا. وما زالت حتى هذه اللحظة هذه الصورة راسخة في ذهني. كان دبساي واحد من الشفاتو أو كمان اللي كانوا ميليشيات بتاع إثيوبيا اللي أبادوا كثير من قرانا وأهلنا سنة سواء كان في 1967 في معروفة في يسموها مذابح هزمة يعني. نعم. بالتالي يعني هذه أسرتي، بالتالي من الطبيعي جدا يعني أن أتأثر بها. لكن الجو العام كان في أسمر في تلك الفترة يعني الحنين إلى أنه الناس تطلع في الثورة وتناضل وكذا. كثير من أصدقائي استشهدوا، في كثير ما زالوا على قيد الحياة يتذكروا تلك اللحظات، ويعني حبنا أنه نتعب بالثورة ونساهم وكذا. لكن طبعا قدر الله ما شاء فعل. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. شكرا لك أستاذنا العزيز الفاضل المناضل القانوني الصحفي الأستاذ نقاش عثمان إبراهيم، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، هو المتحدث إليكم سادتي عبر إذاعة إرينا الدولية في برنامج متابعات. لو قلنا العنوان ده يعني هذا العنوان الذي سنقول يعني خرج ولم يعد ينطبق تماما على ضيفنا الكبير العزيز، حيث خرج من أسمرة في شهر أكتوبر عام 1977 ولا يزال حتى اليوم يبحث عن الطريق مع رفقائه، رغم أنه يعني كثير التسفار يعني من إريتريا إلى السودان إلى المملكة العربية السعودية ثم إلى سوريا ثم إيطاليا ثم هولند ثم السويد، وهكذا هو الترحال بالنسبة لأستاذنا الفاضل نقاش عثمان إبراهيم. يا ترى أستاذ نقاش هذه 44 عاما من التواصل مع الشأن العام، لو قلنا ما هي مكتسباته الشخصية بالنسبة لك، وفي نفس الوقت ما هي أثمانه الغالية اللي دفعتها خلال 44 سنة من عمرك؟ أول شيء طبعا أخي الكريم أستاذ أحمد، هو الثمن يعني مقارنة بالأرواح الشهداء والضحايا من الفلاح الإريتري والقرى التي حرقت والأسر اللي شتتت، يعني ليس هناك أي مقارنة، لا يسوى شيء ما قدمناه نحن. لكن في المحصلة النهائية الشعب الإريتري وأنا واحد منهم دفع ثمن غالي. أول شيء في عمر مبكر جدا، وأنا لم يعني في ممكن 15 سنة عمري أو يعني أكثر بكثير أو أقل بقليل كده، يعني اضطرينا ألجأ إلى السودان، ويعني حتى لدرجة إنه باعتبار كنت صغيرا في السن، والدتي الله يرحمها التي توفت قبل شهر تقريبا، رحمة الله عليها، الله يرحمها إن شاء الله، هي اللي وصلتني إلى السودان. وهناك كان الأهل
أهل زوجتي باعتبار نحن من أسرة واحدة. ظللت معهم فترة، ويعني بعد قضاء شهور قليلة مع خالتي كانت موجودة أيضا الله يرحمها في السودان، انتقلت إلى السعودية، وباعتبار كان أيضا سن مبكر وسن صغير. لكن أنا بالمناسبة أستاذ أحمد الابن البكر لوالدي رحمة الله عليه. رحمة الله عليه الشيخ عثمان. وكان يعني يعول علي كثيرا، والتحقت بالعمل سريعا في مدينة جدة بعد أن حصلت على الإقامة. وفي هذا الأثناء يعني كان الرغبة في الدراسة، وأيضا كان عمي وكان ضابط في جبهة التحرير، وكان يتلقى دورة عسكرية في العراق، ويعني هو دفع بأنه، وفي كثير من أعمامي الآن ما زالوا مرمين في تبلجيا بدل أن يعودوا، وفي بعضهم ما زال موجودا في السودان لم يستطيعوا أن يعودوا. هؤلاء الذين التحقوا في سنوات يعني مبكرة من النضال يعني طلبوا أنه ممكن طلبوا المنحة، والمهم تمكنوا من ذلك، واستطعت أن أسافر إلى سوريا. وبدأت أنا طبعا من طلبة معهد الدين الإسلامي في أسمرة. نعم. أنهيت دراستي هناك، ووالدي كان يأمل في أن أكون من طلبة الأزهر الشريف، وكان دائما يحاول يلقني يحفظني القصائد ألفية ابن مالك وغيرها حتى أن أكون جديرا بالأزهر. ولكن شاءت الظروف والرياح هددنا اتجاه آخر، وذهبت إلى سوريا. لكن التحقت يعني من الصف الثامن، درست الإعدادية والثانوية، ثم جزء من كلية الحقوق في جامعة دمشق. بالتالي من جدة إلى سوريا. لكن مش هذه المسيرة اللي فيها يعني تجسد مأساة الإريتريين بغض النظر عن أعمارهم وعن خلفياتهم، لكن أيضا فيها بدون أن نشعر فيها فوائد أخرى. فدمشق في تلك المرحلة كانت كأنها يعني جبهة التحرير كانت مقسمة إريتريا إلى وحدات إدارية، مثلا يعني وحدة رقم 1 2 3 8 7 كذا، كل الأقاليم والمديريات الإريترية مقسمة كانت وحدات إدارية. أنا أقدر أستطيع أن أقول أنه سوريا إذا واحدة من الوحدات الإدارية كانت. كثير من القادة السياسيين وقامات وطنية وكثير من المناضلين وجرحى حرب التحرير الذين كانوا يأتون للعلاج يعني أتاحت لي فرصة للتعرف عن قرب. الآن بدأت أتعرف بجبهة التحرير إريتريا، لأنه معرفتي السابقة زي ما قلت لك كانت في قوات التحرير ثم الجبهة الشعبية يعني. لكن الآن بدأت عن قرب، بدأت أتعرف عن جبهة التحرير. طبعا هذه المعرفة بدأت من السودان، لكن تعمقت أكثر في سوريا. وقيض لي أن ألتقي بقيادات تاريخية كبيرة من كل المستويات، وأنا بطبعي اجتماعي أحتك بالناس وأحاول ألتقي. وكان إخوة أعزاء في الاتحاد العام لطلبة إريتريا كانوا يرعون يعني. كان أنا لا أنسى محمد سعيد أبو بكر، هذا كان من المناضلين في الاتحاد العام لعمال إريتريا من أيام علي قدر وكذا، ويعني من عائلة وطنية. هذا الرجل كان بمثابة والدي ومثابة أخي، هو اللي كان يرعاني في دمشق. باعتبار جيت أنا في سن زي ما قلت لك يعني كان 16 سنة أو يعني 16 وشوية أقول يعني. نعم. لكن من فوائد وجودي في سوريا تعرفت على كل مكونات إريتريا تقريبا، وتعرفت على جبهة التحرير والنضال الإريتري، ثم تعرفت على انه الانسان في سوريا الاهتمام بالقضيه الاريتريه كان اكثر من اهتمامنا نحن بها ونحن في داخل اريتريا يعني. مثلا في المناهج التعليميه موجوده احتفالات تقرب
قبل أيام كنت أنت تقدم عن تجربة، ومشكور أستاذ أحمد. بارك الله فيك. كنت أتابعك تجربة، وعيد الثورة وعيد يوم الشهيد، وكذلك يعني المخيمات الطلابية اللي كنا نعمل كانت في مقصف الجامعة، وفي ملصقات كبيرة في شوارع الرئيسية لمدينة دمشق كانت تعلق، مثلا زي عاشت ذكرى تجربة المجيدة، عاشت الثورة الإريترية، يعني اداني انطباع كانه انا موجود ايضا في عاصمه اريتريا، مش في عاصمه دوله اخرى يعني. وهذا ايضا قد عمق الشعور الوطني، وعمق انتمائي الى اريتريا الكبيره، اريتريا الصغيره اللي كنت افهمها الان توسعت مدارك، يعني ايضا من فوائدها. لكن في النهايه انه تفقد حنان الاهل في فتره انت تحتاج لهم، فتره مراهقه، الوالد والوالدة ورجل يعني الوالد والوالدة ربونا على الدين رحمة الله عليهم، على الرسل الله يرحمهم، على القيم. يعني في إخواني ولدوا بعدي ما أعرفهم. يعني كل هذه القضايا طبعا فيها الجانب الإنساني دائما تأثر على الإنسان، لكن في النهاية هي ضريبة عامة. في لما أشوف تقريني أقول لك هذا اللي تحكي هذا اللي رأيه، بمعنى نعم. لما تشوف ظروف الآخرين يعني تجد صراحة إنه ولا شيء نحن عملنا فيه، ولا شيء. هذه إذاعة إرنا. نعم أستاذنا الفاضل المناضل القانوني الصحفي الأستاذ المحترم نقاش عثمان إبراهيم، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. أنا باسم كل المستمعين أشكرك لقبولك الحديث، ونحن تعمدنا في إرنا الدولية أن تكون الحلقة الأولى هي بروفايل شوية مختصر عن حضرتك، رغم أنك أنت رجل معروف عبر أدال وعبر الإذاعة التي كانت في روما، وعبر كذلك إصدارات الكتابية والفنية، في أن ذهبت وسواء كان في إصدار المجلة وغيره. أنت رجل معروف، ولكن نحن عملنا مفتتح. نعدك ونعد المستمعين إن شاء الله ستكون الحلقة القادمة إن شاء الله فيما يتعلق بالعمل السياسي العام وما تشهده إريتريا في هذه الظروف الراهنة، ثم سنعرج إلى المجلس ما هي أنشطته وتحركاته السياسية في هذا الوقت. لا بد أن أطلب منك أستاذنا نقاش أن باعتبارك الرجل الصحفي المحترف أن تودع المستمعين وتختم لنا البرنامج، وبصوتك نكون أكملنا الحلقة الأولى، فتفضل. شكرا لك أستاذنا الفاضل الإعلامي القدير أحمد شريف على إتاحة هذه الفرصة، وشكرا لإرنا مرة أخرى، وتحياتي لجماهيرنا الإريترية في كل مكان، وخاصة شعبنا الإريتري الصامد داخل إريتريا. وزي ما قلت أنه قد لا يعني للكثيرين تاريخي الشخصي أو خلفيتي، لكن معرفة الشيء أحيانا أيضا لا يضر. بالتالي أتمنى أن لا أكون في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة ضيفا ثقيلا على مستمعينا الكرام، وتحية لك يا أخي الكريم. هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم، أقدم لكم قبل نهاية فقرات برنامجنا موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. انتشار بطيء لفيروس كورونا في البلاد. وزارة الصحة في إريتريا بأنها تسيطر على الوضع بعد اكتشاف 12 حالة لمصابين بالفيروس، وهي لمواطنين قادمين من الخارج. وكانت السلطات الصحية قد اتخذت إجراءات احترازية قامت بموجبها بمنع السفر داخل الأقاليم، ثم منع المواصلات الداخلية وسيارات الأجرة وإيقاف المدارس، ومنع الصلوات الجماعية في الكنائس والمساجد في إجراءات لمنع انتشار المرض. وتفيد مصادر إذاعة إرنا بأنه مع وقف المواصلات العامة في العاصمة يواجه العاملين في القطاع الصحي والمستشفيات صعوبة في الوصول إلى أماكن عملهم،
وتتزايد المخاوف من انتشار المرض في ظل انعدام الخدمات الصحية الأساسية وغرف العناية المركزة وانعدام الأدوية الحيوية. زعماء الإيجاد يعقدون مؤتمرا عبر الفيديو لمكافحة انتشار وباء كورونا. عقد قادة كل من الصومال والسودان وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا إضافة إلى الأمين العام لمنظمة الإيجاد الدكتور ورغاني كابيو اجتماعا عبر الفيديو تشاوروا فيه حول الدور الإقليمي لدولهم لمكافحة انتشار وباء الكورونا. وغاب عن هذا الاجتماع الرئيس إسياس أفورقي، حيث تسجل إريتريا غيابا من مناشط منظمة الإيجاد المختلفة منذ عام 2007 عندما جمدت عضويتها فيها. وأخيرا نقدم لكم مستمعاتي ومستمعي الكرام الإرشادات المهمة للوقاية من الفيروس التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. أولا، غسل اليدين جيدا بالصابون، لأن الصابون قادر على القضاء على الفيروسات. تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس. تجنبوا لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح أن يكون ملوثا بالفيروس، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة. لا تقترب من الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة. وأخيرا، يفضل البقاء في المنازل والاحتفاظ بمساحة مناسبة من الأشخاص الآخرين. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية ومعه الإرشادات المهمة للوقاية من الفيروس. سلمنا وسلمكم الله من هذه الجائحة. وفي الختام، لا يفوتني أن أذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل في برامج أخرى لإذاعة إرينا. لكم تحيات زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتح عثمان وزملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة من باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.